السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم شوفوا البنات عندنا وصفه معسله قوه في البنه، تجي طريه وهشيشه وتذوب في الفم. شوفوا هنايا غادي نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها قبل لا نبدو الوصفه. راكم تشوفوا هنا البنات، يعني الفيديو راه يهدر على روحه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا غادي نحتاجو في الوصفه مغرف كبيره تاع السمن، مع مغرف كبيرة تاع المارغرين بدرجة حرارة الغرفة، يعني ماهمش دايبين ولا قاصحين، درجة حرارة الغرفة. مغرف كبيرة تاع السمن مع مغرف كبيرة تاع المارغرين ما يعادل 125 غرام. غادي نضيفو عليهم 2 مغارف تاع الزيت، وغادي نضيفو معاهم 2 مغارف تاع السكر ناعم، وغادي نضيفو مغرف صغيرة تاع لافاني وقرصة تاع الملح. نخلطوا هاد المكونات غير هكا بلا فوي، ولا تبغوا تاني بالباتر، لكم الاختيار. شوفوا حتى يتجانسوا هذوك المكونات وتتحصلوا على قوام يكون كريمي. غادي نخلطوا هاد المكونات غايه كما راكم تشوفوا. لازم البنات هاد الخطوه لازم تخلطوهم مع بعض مليح. راكم تشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. هنايا غادي نضيفوا 300 غرام تاع الفرينه. هنا اللي ما عندهاش الميزان، شوفوا انايا وزنت بهذا الكاس، عبرت بهذا الكاس. شوفوا غادي تجيكم 3 كيسان بهذا تاع 220 مليلتر، 3 كيسان كبار ناقصين 2 صباع، 3 كيسان ناقصين 2 صباع. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله تكونوا فهمتوني شو قلت لكم. هذه هي 300 غرام اللي ما عندهاش الميزان. غادي نضيفوا مغرف كبيره تاع الحليب المجفف ولا اللحظه، وغادي نبسوا هذوك المكونات بهذه الطريقه. غادي نحاول نبسس هذيك الفرينه مليح حتى شوفوا، حتى تشوفوها كي شغل صاي تقلت وتشمخت في يديكم. هنا راكم تشوفوا البنات القوام اللي تحصلنا عليه. وهنايا غادي نروحوا نديروا الماء والماء زهر، وغادي نجمعوا هذيك العجينه بهذه الطريقه. هنايا البنات باش ما يحشيها لكمش الماء زهر، ولا تحسبوها عفوا هذوك اليدان باش ما يحشوها لكم تحسبوها تعجنت. كي ديروا تعرفوها، شوفوا كي تقعدوا تعجنوا فيها تتعجن وحدها صاي، ما تبقى لكمش في هذوك لي كوتي تاع الغيسيبيون اللي تكونوا تخدموا فيه ما تتجمع وحدها، يعني ما تلقوش ولا عجينه منا ولا منا في لي كوتي. وكي تكوروها كيما هكا ما تتشقق لكمش، يعني تقعد كرة شابة، يعني رطبة ومليحة. هذه هو القوام تاعنا. غادي نروحو نشكلو هنايا كريات. انايا عندي المول هنايا صغير، درت 14 غرام ولا 15 غرام في الكرة الواحدة. راكم تشوفوا هنا المول تاعي غير هذوك الصغار تاع الكوكياج خدمت بهم. غادي نغطوهم ونخلوهم يرتاحوا لي حوالي ساعة هكا. غادي نروحوا للحشو. غادي نديروا كيلة ونص. انا درت كيلة تاع الكوكاو مع نص كيلة تاع الكركاع. اذا بغيتوا ديروه كاع كوكاو ديروا كوكاو. غادي نضيفوا هنايا تاني نصف الكيلة، يعني حوالي 2 مغارف تاع السكر، يعني عادي كريستاليزي.
هذيك الصفار البيضاء اذا بغيتو تضيفوها ضيفوها، اذا ما بغيتيوش تضيفوها يعني لكم الاختيار. وديروا حوالي مغرف ونص تاع المزهر، ونقعدوا نجمعوا بهذه الطريقه. هنايا البنات ضيفوا مغرف صغيره تاع المارغرين باش يقعد لكم الحشوه طري، ونقعدوا شغل كيما هكا ندلكو حتى نخرجوا هذوك اليدام تاع الحشو هكا. وهنايا البنات انايا درت تشوفوا 7-8 غرام ماشي بزاف تاع الحشو، وتاني غطيته خليته يرتاح. هنايا البنات بعد اللي يرتاح غادي نقعدوا نجيبوا نشكلوا الحبه تاعنا، غادي نحلوها كيما هكا غير شويه ماشي بزاف كما راكم تشوفوا. من بعد نجيب الحشو نحطه لداخل ونبلع بهذا الطريقه. غادي نقعد كيما هكا ندور في الحبه باش يخرج لي هذاك الهواء اللي داخل بهذه الطريقه. من بعد نروحو نجيبو بيض البيض ونجيبو جنجلان ابيض يعني ما يكونش محمص. غادي نقبضو بينسو نمسحو هكا على الحبه ونديروها انايا درت غير بالبينسو باش هكا ما يرفدليش ما ترفدليش الجنجلان بزاف، يعني تجي شاب يعني تجي معتدله ما ترفدش بزاف الجنجلان. المهم كما راكم تشوفوا هنايا. من بعد نروحو نجيبو ليمون اللي غادي نخدمو اللي غادي نطيبو فيها. هنايا كي ديروا كيما هكا الحبه في المول حاولوا تضغطوا ضغطه كيما هكا ضغطه تكون مليحه باش هكا تدينا الحروف تاع المول، وفي الفور ما تطلعش يعني ما تنتفخش. بهذه الطريقه لازم تضغطوها، لازم هذه الخطوه. ونديروها طيب. شوفوا هنا البنات الطياب ما تغفلوش عليها، ديروا طيبوها من تحت كي تشوفوها صايد ديت لون ذهبي، يعني ما تخلوهاش تحمر بزاف باش هكا ما تجيناش يابسه، لانه هذا النوع من الحلويات اذا غفلتوا عليهم غادي يجوا يابسين. ونعاودوا نشعلوا عليها من الفوق هكا 3 دقائق 5 دقائق ونطفي. ومن بعد مباشره هي حاميه غادي نديرها في الحسل. كما راكم تشوفوا هنا. من بعد نخلوها شويه في الحسل. من بعد نقطروها نديروها في كسكاس ولا كيما هكا شباك ولا، ونخلوها تقطر. من بعد هنا البنات التزيين اختياري كيما تبغوا نتوما. انايا كيما شفتوني زينتها بهذوك الحبات تاع اللوز. هنايا درت مغرف تاع الغلوكوز مع 2 مغارف تاع الحسل، حميتهم مع بعضهم ودرت فوقهم كيما هكا اللوز باش يعطيني هذاك اللون هذيك اللمعان تاع اللمعان هكا تاع الحسل، ويجيني التزيين تاعهم شباب بهذه الطريقه. كيما تقدروا ديروا حبه تاع سوغيس هكا من الفوق، ولا تقدروا تقطعوا اللوز هكا بتي مورسو وديروهم غير في الوسط. وهذه هي الوصفه تاعنا اليوم. السلام عليكم، في فيديو قادم ان شاء الله.